السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد. حلقتنا النهارده من قناتكم قناه عالم الجريمه، هنناقش فيها قضيه من قضايا الراي العام التي شغلت الراي العام في الاونه الاخيره، وهي قضيه فتاه او سيده التجمع نبيله وحسين سائق الاوبر وسالي اختها، اللي النهارده واللي هنتكلم فيه يعني نشرت على الانستا بتاعها الاحداث اللي حصلت في الجريمه بالكامل. هنتكلم عن الكلام اللي نشرته وعن المنطقي ولا منطقي والمعقول ولا معقول في كلامها. لكن قبل ما ندخل على قصة سالي وما حدث لأختها نبيلة، هنروح الأول نشوف فتاة إحدى الكمباوندات في برضو التجمع اللي اعتدت على فرد أمن بطريقة أثارت الرأي العام، بجد وصلت الرأي العام امبارح لحالة من القرف والغليان، لأن البنت اعتدت على فرد الأمن بأسلوب مقزز، بأسلوب مقرف، اعتدت عليه بأسلوب يعني مش قادر أوصف لكم. لكن انتوا دلوقتي هتشوفوا في الفيديو اللي بيتعرض أمامكم البنت راحة معرفش راحة لمين يعني في الكمباوند. المهم فرد الأمن طبيعي جدا ده شغله، بيقول لها اديني بعد إذنك إثبات شخصية، أو أنت رايحة مين هتصل بيه اعرف انت مين، او داخله راحه فين، وده طبيعي جدا، ودي من مهام عمله يعني. لكن ازاي بقى البنت اللي مفكره نفسها فوق كل حاجه، وان مفيش حد المفروض يقول لها انت رايحه فين ولا جايه منين، وان هي تدخل اي مكان كده الابواب كلها تتفتح لها، هي بقى اتربت على كده، متعوده على كده، هي كانت رايحه لحاجه ثانيه الله اعلم رايحه لايه. المهم يعني حصل اللي احنا بنشوفه في الفيديو ده، ضربه في فرد الامن بايديها الشمال، ضرباه بالقلم، وكمان دفعته برجليها زي ما احنا بنشوف في الفيديو كده. قمة اللي عارفين التعالي والتكبر والاستهتار والبلطجة، يعني قول زي ما تقول. المهم فرد الامن برضو بقى مذهول من اللي حصل ده، ومع ذلك الراجل يعني تحمل وجه على نفسه وما اتكلمش، وجه فرد امن تاني وقف معاه بيكلمه يعني بيعرف منه فيه ايه. فهي قامت جايه، بصوا بقى القلم اللي جاي ده قلم زمان كنا بنقول عليه قلم حراميه، فاكرين مقص الحراميه بتاع زمان؟ اهو القلم ده انا بعتبره من كده قلم حراميه من بتاع زمان. يعني هي ماسكه التليفون بايديها، قامت حاطه التليفون في الايد الثانيه وجايه بالطريقه دي. مش ممكن دي تكون بنت طبيعيه، مش ممكن بنت تضرب راجل واقف قدامها بهذا الشكل، الا لو كانت هي بقى الله اعلم اتربت على كده، هي الله اعلم اسلوبها كده، هي زي ما تكون. المهم ده اللي حاصل قدامنا، الشكل الفظيع اللي احنا بنشوفه ده. المهم ما اكتفتش بكده بقى، وفرد الامن كل ده ثابت ومتماسك ومش عاوز يعتدي عليها. ويعني الراجل بصراحة بلغ معاها أقصى درجات ضبط النفس، لغاية ما هنشوف بقى اللي حصل ده. هو ده اللي خلى الراجل بصراحة يخرج عن شعوره. أنا لو مكانه كنت أخرج عن شعوري من أول ضربة، طالما إذا رفعت الأيادي تساوت الرؤوس، خلصت. مفيش بنت تقول أنا بنت، طالما رفعت إيدك على راجل مفيش حاجة اسمها بنت. راجل رفع إيده على بنت مفيش حاجة اسمها راجل. إذا رفعت الأيادي تساوت الرؤوس. البنت الولد زي ما قلنا التزم بضبط النفس، ولكن زي ما هنشوف كده القلم الاخير ده بقى اللي هو سوري يعني على قفاه. الولد بيكلم صاحبه زي ما احنا شايفين، ودي جايه بنفس المنظر ده. هنا بقى الولد ما قدرش، حس ان كده خلاص كرامته اتبعترت واتهان لاقصى درجه، فقام هاجم عليها. والفيديو انقطع لغايه هنا، ما نعرفش ايه اللي حصل، بس اكيد هو كمان ضربها وتستاهل بصراحه. لو كان ضربها محدش يطلع يقول لك زي ما سمعت امبارح في احد المواقع يقول لك بس كان المفروض فرد الامن ما يعتديش عليها. يا فندم هي المعتديه، هي اللي راحت واعتدت، هي اللي افترت عليه، هي اللي مارست عليه جميع انواع البلطجه، هي اللي الله اعلم بقى اتربت على كده ولا هي طبيعتها كده. المهم في النهايه هي اللي عملت كل المصايب. يا راجل ده ديننا بيقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انتوا عايزين ايه؟ العين بالعين والسن بالسن. هي دي لو الموقف هو العكس، يعني
لو فرد الامن هو اللي ضربها كنتوا هتسكتوا؟ كنتوا هتقولوا كان المفروض هي ما تعتديش عليه وتروح تبلغ الشرطه؟ كنتوا هتقولوا زي ما سمعت بعض الناس بالامس للاسف، بعض الناس اللي بتحب تطبل لاي حاجه، كنتوا هتقولوا مش يمكن حصل حاجه بينهم، مش يمكن شتمها، مش يمكن كان في موقف سابق بينهم حصل؟ كل الكلام ده بتقولوا ليه؟ علشان هي اللي اعتدت وما تعرفوش شخصيتها مين ولا بنت مين، منتظرين تفهموا الدنيا فيها ايه. لكن من الواضح من اللي هي بتعمله ان هي برضو حد بقى واثق من نفسه وعارف ان محدش هياخد معاه حق ولا باطل، وان ده فرد امن غلبان في الاخر. حتى لو الموضوع كبر ووصل للاعلام زي ما وصل دلوقتي، هنطيب خاطره بقرشين، وصاحب الشركه الامن اللي هو فيها يقول له يا ابني لازم تتنازل والا بصراحه هنرفدك من الشركه. ويعني من الاخر كده هيمارس عليه كل الضغوط علشان البنت عشان يتنازل للبنت يعني. لكن في النهايه يتنازل ما يتنازلش، دي واقعه احنا عرضناها على حضراتكم، بتوريكم بعض الناس بتشوف البعض الاخر من الناس او من شركائهم في المجتمع باي عين. عموما تعالوا بقى نشوف قضيتنا الاساسيه، وهي قضيه نبيله عوض وحسين سائق الاوبر، سيده التجمع وسائق الاوبر، واختها سالي اللي عامله قلق على السوشيال ميديا. سالي زي ما قلنا نشرت بالامس بوست على الانستا وحكت فيه كل اللي حصل. الغريب في البوست ان هي كانت برأت قبل كده السواق الاولاني اللي اسمه حسن. النهارده في البوست متهم حسن كمان، يعني مش عارف انا هي بتبرأ وتتهم على حسب مزاجها ولا ايه القصه بالظبط. تعالوا بس نشوف الكلام اللي هي قالته، نلبس بقى الشوافه بتاعتنا ونقول. بتقول في البدايه طلبت اوبر واخترت العربيه، وبعدها بعت لي نمره اكلمه عليها، ولما طلبت النمره ردت عليا واحده ست وافتكرت ان النمره غلط، بس طبعا دي كانت الطريقه علشان يوصل لنمرتي. هيوصل لنمرتي يعمل بيها ايه؟ مش فاهم برضه. بعد دقيقه بعت رساله على ابلكيشن اوبر لقد وصلت، جات لي رساله يعني انها وصل يعني. فاختي نزلت ركبت معاه واتحركوا. يوم السبت 11 مايو اختي تم اختطافها من سواق اوبر، هي راكبه معاه الساعه 9:56 دقيقه يعني الساعه 10. كان باوند ازاد التجمع الخامس في اتجاه الشيخ زايد، وتاكدنا ان السواق اللي ركبت معاه اسمه حسن في عربيه هونداي الانترا فضي. الشخص اللي اسمه حسن بعت لي رساله من ابلكيشن اوبر بيسالني هتدفعي فيزا ولا هتدفعي كاش. يعني حسن سال، حسن ده السواق الاولاني. اول ما اتحركوا قال لها من فضلك الغي الرحله وحطي لي الفلوس في المحفظه. قالت له انا اسفه مش هقدر اكنسل الرحله، مش انا اللي عاملاها ولا اتعملت من التليفون بتاعي، كان اتعمل من تليفوني انا سالي. هي بتقول يعني ان هي بتعرف الناس ان هو اللي طلبت الاوبر يعني. وهو وضح لها انه ما كانش مبسوط بالموضوع، فقال لها مين اللي عمل الرحله؟ قالت له اختي هي اللي طلبتها. قال لها ماشي كلميها وقولي لها تكنسلها. كلمتها وانا قلت لها وافقتي على كلامه؟ لا ما توافيش على كلامه ده. واتكلمنا قد ايه الموضوع ده مش مقبول ان السواقين يعملوا ده من شركه زي اوبر، وان الموضوع ده مش امن خالص. وكنا بنتكلم انجليزي، مش فاهم ايه اللي مش امن. هو بيقول لك بدل الفيزا كاش، وبعدين انت هنا بتقولي حسن ولا مش حسين، فانا مش فاهمك برضو. انا بقرا الكلام اللي هي كاتباه، هي المفروض ده اللي راكبه معاها حسين، هي بتقول راكبه معاها حسن. المهم يعني نكمل برضو، نكمل الاول. اتكلمنا بالانجليزي، ده كان الساعه 10:10. بعدها فقدت يعني بعد 10 دقائق فقدت التواصل مع اختي، وهي بطلت ترد عليا خالص. ولما بصيت على الرحله اكتشفت ان الرحله اتلغت. في اللحظه دي شبه اتاكدت ان اختي اتخطفت عن طريق اوبر. الساعه 10:20 بدات توصلني مكالمات من 3 سواقين اوبر بيتكلموا من نمرهم الشخصيه. اكيد طبعا كان معاهم نمرتي، بيتكلموا عشان الرحله. وانا قعدت اتساءل ايه اللي حصل، هو انتوا بتتكلموا ليه؟ واختي ركبت مع السواق. واحد من السواقين كان عايز يجي على الموقع بتاعي عشان يساعدني ندور على اختي، وكان متاكد ان في حاجه غلط حصلت، بس هو عرف منين؟ وبتتساءل يعني ما شاء الله. كولومبو، مستر كولومبو. ماشي.
سواء اوبر خطف اختي واخدها التجمع في مكان ما فيهوش مخلوق، قال لها انا علشان مش عارف ايه، قالت لي اوكي انا عايز اشرب ميه، قلت له اوكي اشرب ميه، قال لها دي في شنطه العربيه، ونزل عشان يجيبها. اختي حست ساعتها انه بيحاول يخطفها، لمت حاجتها وكانت عايزه تسيب العربيه وهو بره، بس هو ساب شنطه العربيه مفتوحه وفتح الباب اللي ورا وزقها جوه. كان ماسك مطوه، هي مطوه ولا قطر؟ عشان بس ايه المواضيع كده بتختلف من وقت للتاني. يعني في الاول كان قطر ومتحفظين عليه وهنروح بيه الطب الشرعي، دلوقتي القطر بقى مطوه، خدوا بالكم. وحسن اللي ما كانش متهم مع حسين بقى متهم مع حسين، والثلاثه سواقين اوبر اللي خدوا نمرتك كانت عصابه وهم متفقين يخطفوا اختك. يعني ركزي شويه. ادي اول حاجه اتغيرت ايه، من القطر بقت مطوه. طب تمام يا مسهل. كان ماسك مطوه على رقبتها وبيقول لها شايفه دي؟ هي شايفه يا فندم. هو ماسك المطوه ويقول لها شايفه دي؟ يعني هو ماسك المطوه ولا شايفه دي؟ بيفرج عليها يعني ولا ايه؟ طب ماشي. لكن كان رايق حسين ده الله. هموتك. وبدا يثبتها وقال لها يثبتها، انت عارفه يثبتها، وقال لها ما تصرخيش وما تتحركيش، واعتدى عليها وحاول يغتصبها. ما تتحركيش واعتدى عليها وحاول يغتصبها، وهي قاومت جدا جدا ومسكت السكينه. ما ترسي بقى على حاجه، هو قطر ولا مطوه ولا سكينه ولا لسه ما ظبطوش الموضوع؟ ما انا دلوقتي بقرا كلامها عشان ما حدش فزلوك يطلع يقول لي مش عارف ايه، وده كلام هي كاتباه. يعني قاعده رايقه وراسيه وهاديه. هي لما اتكلمت مع عمرو اديب انا نفسي التمست لها العذر، قلت يا جماعه في بعض الاخطاء في كلامها او في بعض التضارب في الاقوال، بس ده ممكن ناتج عن الصدمه والحادثه وكده، وكان لسه الموضوع سخن يعني. لكن دلوقتي هي كاتبه بوست امبارح من امبارح الساعه كام؟ الساعه 9 تقريبا، مش مركزتش، بس هو كان امبارح ما عداش عليه 24 ساعه لغايه دلوقتي. يعني بعد الجريمه والدنيا هاديه والدنيا رايقه وقاعده كده مع نفسها وبتكتب الموضوع. قالت مطوه، الاول كان قطر وبعدين بقى مطوه ودلوقتي سكينه، عشان ما حدش يقول لك يمكن متلخبطه ولا الكلام الايه العبيط ده. هي عملت كده المهم خصوصا لا، وهي قامت جدا جدا ومسكت السكينه جامد بايديها عشان تمنعه انه يموتها، وايدها متصابه جامد قوي خصوصا في صباعها الوسطاني اللي هو الصباع ده. انا ما شفتش اي اصابات الا هنا في الظهر، بس ماشي. وبعدين اللي ماسك سكينه كده او قطر كده صوابعه كلها تقطع وايده كلها تقطع من الصباع الوسطاني، بس ده مبدئيا يعني. بس انا لما عرضت لكم الفيديو وريتكم ان هي فعلا مصابه في صباعها الوسطى هنا والسبابه. خنصر ده، الخنصر دي السبابه، في الخنصر هنا متعوره هنا فعلا ومتعوره هنا، وانا يمكن وضحت لكم في كذا فيديو. هم الصباعين دول متعوره فيهم، هم دول، والباقي ده كله دم. اللي على ايديها اللي انتم بتشوفوه ده كله دم، يعني دم ناشف متجلط يعني. اذا التعوير كلها ركزوا عشان دي اهم نقطه اصلا، ان اللي بيمسك سكينه بيتعور من هنا طالما ماسك سكينه او قطر او مطوه ايا كان السلاح، ووقت خناقه يعني اللي هو ماسك معاه السكينه بيشد طبعا وبيشدها منه، واكيد هيقدر يشدها لان هو ده ماسك السلاح وده ماسك الجانب الاقوى وهو كمان الشخص الاقوى، فشدها اكيد دي اتقطعت يعني. يا فندم عايزين نشوفها بعد اذنكم عشان الناس المشككه اللي زي حالاتنا كده ينكتموا بقى، ورونا يا جماعه ان ايديها متقطعه من هنا عشان ننكتم، زي ما نشرت اول صوره على الانستا وهي عامله كده. هذه اليد التي ساعدت على الحياه. انشروا لنا بقى الصوره وايديها هنا عشان ننكتم بقى، عشان ما نشككش يا جماعه، ما احنا عايزين الحقيقه، واللي انتوا بتقولوه ده يعني مش منطقي. يعني عايزين دليل بعد اذنكم عشان ايه ما حدش يجي عليكم يعني. المهم نكمل. الوسطاني وهي كانت ذكيه وسريعه كفايه ان هي عملت كده، هي كمان ما يقستش من انها تفضل تقاوم وتحاول تضربه برجليها، بطله طبعا، وكمان بتحاول تفتح الباب اللي ناحيه راسها. هي كانت بتنزف من ايديها، مش قادره تسيب السكينه اللي كان ممكن تفقد حياتها في اللحظه دي. لا الحمد لله ان ربنا نجاها يا فندم. فضل يعيد انت مجنونه، شايفه دمك سايح وبرضه بتقاومي، وهي تقول له مش هتلمسني غير لما تموتني، وهو يبقى عنيف اكتر ويضربها. طب كان بيضربها بايه؟
بايده التانية يعني ماشي، ويضربها اكتر على رصه واقلام على وشها ويصرخ في وشها هموتك هموتك. بيستأذنها. الراجل مؤدب، الراجل مؤدب محترم. اصل الناس كلها قالت الولد حسين ده محترم فلازم يستأذنها. هموتك هموتك انا هموتك ها. وانا بدات احس انها انهارت. كنت شايفه وركنت على جنب مش عارف نقلت على موضوع تاني. ركنت على جنب الساعه 10:36 جات لي مكالمه من تليفون اختي. لما رديت واحد رد عليا، هي كده نطت حته كده مش عارف والله انا اللي صورت غلط. المهم يعني ردت عليا واحده، انا مت مليون مره. في اللحظه دي بدات اصرخ اقول لها فين، واقول لهم فين اختي، وكنت في حاله هستيريه. والراجل رد عليا وقال لي لقيت اختك في الصحراء في التجمع. وجالي حاله هستيريه اكتر. قالت له اديني اختي عايزه اسمع صوتها. قال لي هي مش قادره تتكلم. قلت له ايه هي اتقتلت يعني؟ هي بتقول له يعني اختي اتقتلت يعني؟ قال لا لا. المهم من فضلك في حد اذاها ازاي؟ التليفون ادي التليفون لصاحبه ادى التليفون لصاحبه. كان معاه واحد بيقول له انا مش عارف اقول لها ايه هي منهاره. انا مش قادر اشرح انا حسيت بايه. انا جالي انهيار عصبي بالعربيه لوحدي في الوقت اللي كان بيكلموني. الناس دي كانوا بيحاولوا يعرفوا مكاني عشان يجيبوا اختي، وانا كنت ساعتها اعرف الناس بتعمل شير لوكيشن ازاي، واتساب نسيت ازاي استخدم التليفون. ما كنتش عارفه اركز في حاجه. افتكرت اختي اتقتلت من سواق اوبر واترمت في الصحراء. الحمد لله اختي طلعت عايشه، والرجاله اللي لقوها كانوا جدعان كفايه وانهم يقفوا في نص الطريق في الصحراء علشان يساعدوها ويروحوها. والحمد لله انها ست قويه. هتقول لنا بقى اللي حصل جوه العربيه. انها ست قويه عرفت تحافظ على حياتها، ما استسلمتش ولا سابته يلمسها. والاهم انها منعت انه يقتلها. السكينه في ايده بتعورها جامد، مصممه انها سكينه اخر كلام مش مطوه ولا قطر. جامد قوي بس ما بستسلمش. وحتى قدرت تفتح الباب ورا رصه، حتى وهي متثبته بايد بتحاول تمسك السكينه تبعدها، وايد التانية بتحاول تفتح الباب، ورجليها بتخبط باكبر قوة عندها. تخيل كل ده حقيقي نتخيل طبعا احنا كلنا متخيلين يا فندم ان كل ده حقيقي. بصراحة تخيل ان كل ده حقيقي وحصل في وسط اللا شيء. يا سلام على التعبير، اللا شيء. انت تنفع تبقي كاتبه مش بتاعت جيم. ما حدث بحد يقدر يسمعها. مفيش نور، مفيش حد يساعدك، انت والشيطان لوحدكم. يا الله يا لهوي. احسان عبد القدوس بيكتب يا اخواتي. يا لهوي يا ولاد. مفيش نور، مفيش حد يساعدك، انت والشيطان لوحدكم. ايدك متقطعه بسكينه وانت بتقاتلي بكل قوه من عندك للحفاظ على حياتك. وكاتبه واو ونقط يعني حياتك وشرفك يعني. اختي قدرت تهرب، والله اختي بطله. الله اكبر. شكرا للمباحث، شكرا على السرعه في القبض على السواقين الاثنين المجرمين. الله بقوا 2 مجرمين مكان واحد يا بنتي. يا نهار اسود. المجرمين امبارح شفنا صورهم وتعرفنا عليهم وبعد شويه اتقبض عليهم. النهارده رايحين النيابه عشان نتعرف على المجرم ونكمل اجراءات. ادعوا لنا نجيب حق اختي من السواق. ربنا ينصر اختك لو كانت مظلومه، وينتقم منك انت واختك لو كنتوا بتفتروا على الراجل. ادي كلام يا جماعه. اختها طبعا انا جبت لكم زي ما هو من على الانستا بتاع اي حد يدخل على الانستا هيلاقي موجود الكلام اللي انا بقوله لكم ده. ان القطر اتحول بقى بقدره قادر مطوه في اول حتى البوست، وفي نص البوست كده بقى من مطوه بقى سكينه. طبعا هنا اختلاف اداه الجريمه ده ليه مغزى ومعنى كبير يعني. قطر حاجه وسكينه حاجه ومطوه حاجه. اداه الجريمه في حد ذاتها لو اتغيرت او لو البنت قالت اعتدى عليها بكذا وطلع الاعتداء بحاجه تانية القضيه باظت عشان تعرفوا يعني. هي كان تعقيب بسيط كده على اول حاجه. تعقيب طبعا على موضوع القطر والمطوه والسكينه اللي هو اداه الجريمه. مش قادر اتحدد ايه هي اداه الجريمه، لكن انا عرضت لكم البوست ده ليه. يمكن الكلام ده قالته قبل كده مع عمرو اديب بس مش بنفس التفاصيل يعني. انا عرضت لكم ده ليه؟ علشان ده
كلام انكتب من حوالي 12 ساعه. الكلام ده انكتب بالامس، فاهمين يعني؟ الكلام ده وهي قاعده هاديه وراسيه وبتكتبه، يعني كل كلمه هنا بتتقال بقى المفروض ان هي منطقيه وطبيعيه. القصه كلها وحوار ان هو بهذه الضخامه، وهي زي ما احنا شايفين سمباتيكا كده، وبهذه الضخامه، وكمان ماسك مطوه. وبعدين ايه بقى ده؟ هنا في جزئيه بس انا مش عارف عديتها ولا قريتها لكم ولا ايه. بيقول لها بس هتوسخي العربيه، الدم هيوسخ العربيه، انت مجنونه، انت مش خايفه، انت دي مطوه اهي، مطوه، شايفه دي مطوه اهي، انا هقتلك وربنا هقتلك والمصحف هقتلك. يعني عارفين في حاجات كده ايه مش منطقيه، حاجات مش طبيعيه. الجروح اللي في ايديها كلها شفناها طبعا من ورا مش من الامام، لكن في النهايه ده كلام اختها. اللي عايز يصدقه صدق، الله يسهل. انا هنا بقى هتكلم على نقطه تانية، سواء في كاميرا او ما فيش كاميرا، الروايه دي مش منطقيه بالنسبه لي. الروايه دي فيك، الروايه دي مش منطقيه. الروايه الحقيقيه ان هو فعلا اعتدى عليها بس بالضرب، حصل بينهم مشاجره، حاول ينزلها من العربيه بالقوه، غلط غلط. اتخانق معاها، غلط غلط. لكن انا لسه عرض لكم بنت بتضرب واحد بالاقلام وبالشراليط من شويه، فعادي بيحصل. زي ما في بنت ممكن تعتدي على راجل، في راجل ممكن يعتدي على ست، بتحصل. بس في النهايه انا ضربتك قلم، روح قول ضربتني قلم، ما تقولش ضربني بسكينه. انا عكستك، يعني اتحرشت بيكي لفظيا، روحي قولي اتحرش بيا لفظيا، ما تقوليش اتحرش بيا جسديا. انا لمست جسمك او اتحرشت بيكي جسديا، روحي قولي اتحرش بيا جسديا، لا تقوليش كان عاوز يغتصبني. بس هو دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. والنقطة الأهم وأهم نقطة زي ما قلنا بالأمس وأول أمس وأول أمس، إن الملابس اللي هي أصلا اللي حدثت فيها الواقعة، الملابس اتغيرت، وده طبعا دليل إن ما كانش في حاجة من اللي هي بتقوله ده. لان لو في الكلام ده كان زمان الملابس دي متقطعه ومتغرقه دم، والمفروض كانت راحت بيها، لبست اي حاجه عليها وراحت بيها للشرطه وللنيابه عشان تحرز الملابس دي، او تثبت الواقعه او تثبت الحاله اللي هي جايه بيها. لكن كونها تغير ملابسها وتنشر صوره على الانستا وتصور ايديها وهي عامله كده، معنى ذلك ان مفيش حاجه هنا. ما هي لو متعوره هنا كانت صورت زي ما صورت هنا، تصور هنا. هو اللي بيصور هنا ما عرفش يصور هنا؟ يبقى هي صورت ايه؟ الجروح اللي فيها، اللي هي ايه؟ هنا الوسطى والسباق والخنصر، هنا وهنا. الناس ترجع تقول لك اصل انتوا متحاملين على البنت. والله ما متحاملين على حد، احنا بنحلل الموضوع، واللي مصدق الكلام ده زي ما هو كده ايه صدق، انت حر. لكن انا يا عم مش مصدقه، انا حر انا كمان، وناس كتير ملايين غيري مش مصدقينه. احنا برضو احرار على فكره، مش لازم نقف دايما مع الطرف الاقوى عشان نبقى احنا اللي صح. مش لازم نمشي ورا الاعلام، ما يبقاش الاعلام كله واقف ورا الولد او ضد الولد وواقف معاها هي كده وكأن كلامها قرآن ومصدق، وانتوا كلكم تيجوا برضو على الولد. لا، احنا واقفين مع الولد لغايه ما ربنا يظهر الحق. والله لو طلع مذنب خلاص ياخد عقابه، يا رب يعدموه. لو طلعت هي المذنبه يبقى من حقكم زي ما اتهمتوا الولد تطلعوا تعتذروا له. لكن انا عارف اللي هيحصل لو حصل والكاميرات اثبتت او ما ثبتتش عليه قصه الاغتصاب ديت، هيطلع يقول لك ايه؟ بس مش من الشهامه ولا المروءه ولا الرجوله ان هو يرميها في الصحراء، وان هو كان عايز يسرق اوبر، وان هو مش عارف كان عايز. هيسيبوا بقى الموضوع الاساسي وبرده ما يعتذروش للراجل. المهم ما يعتذروش، يعني ما يقولوش معلش احنا ظلمناك ولا ناقشنا في عرضك ودوسنا على سمعتك برجلينا. لا، مش هيقولوا كده. هم كل اللي يعملوها يطلعوا يلفقوا له اي حاجات تانية خاصه بقى بشغله في اوبر، والمروءه والشهامه والرجوله والجدعنه، وان هو ما يطلعش وان هو كان عايز يسرق اوبر، وان هو وان هو وان هو. لكن نعتذر له ونقول له عيب؟ لا، مش هنقول له كده. عموما انا عن نفسي واقف في القضيه دي ان شاء الله في صف الولد ده لغايه ما حقه يجي. ان كان مجرم فيستحق. احنا هنا بنحلل وبنقول واقفين في صفه على اساس الكلام اللي بيتقال ده مش منطقي، كلام مش مقنع ابدا نهائي بصراحه. موضوع بقى بينها وبينه ايه عشان تتهموا؟ بينها وبينه خناقه يا فندم، كانوا بيتخانقوا مع بعض حضرتك، وهي طبعا ازاي سواق يتخانق مع الهانم، فطبعا قامت رايحه لاختها البيت. فلما راحت لاختها البيت هي اللي قالت لها، سالي دي هي اللي قالت لها على فكره اعملي القصه دي.
هي روحت البيت اصلا وقالت في خناقه حصلت مع سايق اوبر وبتاع، فاختها قالت لا احنا هناخد حقنا بقى، بس نعمله بقى ايه، بدل ما نقول ضرب ومشادله ده احنا هنعمله ترند بقى، ده عايز يغتصبك. هو واضحه زي الشمس. هنشوف في النهايه. تحقيقات النيابه ان شاء الله هتثبت الحق، وان شاء الله الكاميرات باذن الله اللي في العربيه هتاكد ان ما كانش في اي حاجه، وان كل القصه مجرد مشاده حدثت بينهم، وهي قررت او فكرت او اختها قررت ان هي تنتقم من الولد. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، اشكركم على حسن المتابعه والقاكم على خير، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.